مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وألذ ساندويش دجاج زنجر. ممكن نعمله اليوم مع بعض بطريقة سهلة وطعم مميز. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. في البداية هون رح نجهز لخلطة النقع. رح نحط عنا هون نص من الكوب أو لبن الزبادي، كاس من الحليب السائل، ورح نحط عنا هون ثلاث أرباع من الطحين، عفوا يعني كوب إلا ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من البودرة من الملح، معلقة صغيرة من بودرة البصل وبودرة الثوم، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، ورح أحط هون مثل ما أنتم شايفين مكعب مرقة الدجاج. طبعا حسيت انه هون شوي الكمية من الملح كانت قليلة فزدت عليها شوي، واخر شي هون حطيت معلقة صغيرة من الخل الابيض. راح احركهم كتير منيح هون عندي بالمضرب لحتى تختفي عندي كل التكتلات الموجودة بخلطة النقع. صبايا مثل ما انتم شايفين هون انا استخدمت صدورة الدجاج وقطعتها بهاي الطريقة. استخدمت بما يعادل 750 جرام من صدورة الدجاج. طبعا انتم فيكم تختاروا الطريقة للتقطيع، يعني ابدا ما تكون رفيعة وما تكون خميلة، ومثل ما انتم شايفين انا قطعتها هون شرايح. راح انزلها هون على خلطة النقع، وراح اتركها لمدة لا تقل عن 5 ساعات. فيكو انتو تخلوها بالثلاجة لمدة ليلة كاملة، ولكن انا بكتفي انه تكون من 5 ل 6 ساعات، مش اكتر من هيك، لحتى تكون معنا صدورة الدجاج ماخذة كل الطعم والتوابل. طبعا راح ادخلها هون على الثلاجة بعد ما اخلص، وراح ابلش هون عندي اجهز بالصوص. طبعا هون صوص سندويشات الزنجر حطيت 4 معالق من المايونيز، بالإضافة إلى معلقتين كبار من الكاتشب، ونزلت عليهم هون الشطة السائلة مثل ما انتم شايفين، وحطيت عندي هون معلقة صغيرة من الماسترد الخردل، وحطيت عندي معلقة صغيرة من البابريكا. هون صبايا بالنسبة لخلطة التغطية حطيت عندي هون بما يعادل 3 كاسات من الطحين، وحطيت معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من توابل أو من بودرة البصل والثوم، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من الملح. طبعا بالإضافة إلى هون حطيت 3 معالق كبار من النشا، وراح أحركهم كتير منيح. صبايا عنا خلطة التغطية هون مهم جدا انه ننزل عليها النشا حتى ناخد النتيجة الصحيحة للزنجر بالقرمشة. ومثل ما انتم شايفين انا قسمت هون خليط الطحين بصحن تاني، اخذت نص الكمية بالضبط وحطيتها بصحن تاني، نزلت عليهم بيضتين بنفس درجة حرارة الغرفة، وطبعا هون رح انزل عليهم نص كوب من المي، وراح احركهم عندي كتير منيح. طبعا مثل ما انتم شايفين انه احنا الطحين كنا بالاساس حاطين عليه التوابل، يعني اخذ نكهة التوابل، ومثل ما انتم شايفين بدنا نوصل لهذا الحد من الخليط لحتى نبلش هون بتجهيز عنا قطع صدورة الدجاج. اول شي هون راح احاول صبايا اني احط صدورة الدجاج كتير منيح بالخليط اللي حطينا عليه البيض، وراح ارجع مرة تانية. هون الخلطة صبايا انتبهوا، هون الخطوة كتير مهمة حتى يعطينا قرمشة ويعطينا اللي هو مثل الحبيبات الموجودة بالزنجر. راح اضلني هون يعني احاول اني بالطحين اني اطلعه وانزله واكبس عليه كتير منيح، واتكه كتير منيح من الطحين لمدة لا تقل عن 10 مرات. راح ارجع هون اورجيكم مرة تانية الخطوة. نزلته بالخليط الاول، وبعد هيك نزلته بالطحين. طبعا هون بضلني اقلب بهاي الطريقة وارش عليه الطحين واضغط عليه بايدي واتكه على قد ما اقدر، وراح اضلني اعيد هاي التجربة والعملية بكاسة الطحين يعني لفترة لا تقل عن 10 مرات. طبعا هون انا مجهزة عندي كمية وفيرة من الزيت النباتي، ولازم يكون عندي الزيت كتير حامي حتى ابلش هون اجهز وانزل عندي قطع الزنجر. طبعا الزنجر صبايا ابدا ما بياخد اللون الاغمق من هذا اللون اللي انتم شايفينه، هو هذا اللون الصحيح المطلوب للزنجر.
شوفوا كيف عندي قطع الزنجر ما شاء الله، وكأنه إحنا قاعدين عم نعمل زنجر بالمطعم. طبعا بعد ما خلصت أقلي كل كمية الزنجر جبت عندي خبز الهمبرجر، وهون بلشت إني أدهن عليه الصوص اللي أنا عملته، ورح أحط عندي هون قطع الزنجر بهاي الطريقة، وقطع الجبنة اللي هي الشرايح. أنا استخدمت هون قطع جبنة التشيدر. وبعد هيك رح أنزل عليهم الهالوبينو. طبعا فيكو انتو اللي هو تزيين ساندويش الهمبرجر برجع لذوقكم الشخصي. أنا حبيت إني أعمله بهاي الطريقة حتى تشوفوا كيف عم بعمل طبقات ساندويش الزنجر. وطبعا هلأ هون رح أنزل كمان قطعة. شوفوا ما شاء الله قطعة الزنجر كيف عاملة معنا. ورح أنزل هلأ عليهم قطع اللانشون. هون أنا استخدمت عندي قطع اللانشون، وحاولت إني أتنيها بهاي الطريقة حتى تعطيني شكل حلو للساندويش. وحطيت عندي هون شريحة من حبة البندورة، ورح أدهن هون بآخر طبقة للساندويش الصوص اللي إحنا عملناه، ورح أضغط هون عندي الساندويش. شوفوا ما شاء الله الساندويش صبايا والله أبدا ما بتفرقوه عن ساندويش الKFC أو المطاعم التانية. ورح أكرر نفس العملية وتشوفوا. هلأ حطيت رجعت مرة تانية قطعة الزنجر وحطيت الجبنة عليهم، ورح أرجع هون أحط الهالوبينو مرة تانية، وحطيت كمان قطعة زنجر، ورح أنزل عليها هون الصوص بالإضافة إلى قطع اللانشون اللي أنا حطيتها بهاي الطريقة. رح نتنيها بهذا الشكل حتى تعطينا الشكل والمظهر الحلو. وآخر شي عندي هون رح أدهن الخبز بالصوص اللي عملناه، ورح أكبس هون على الساندويش بهاي الطريقة. طبعا طريقة التزيين صبايا بترجعكم، وطريقة الحشو بترجع لكم. بتمنى إذا فعلا الفيديو أعجبكم والوصفة أعجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية على قلوبكم، وشكرا لحسن المتابعة.